لا ثانية، هو يعني ايه عمرو نصوحي مش هيعمل برنامج تاني؟ ده احنا ما كناش بنعرف حاجة عن اليوتيوب ده غير ان هو اسمه يوتيوب عمرو نصوحي. ايه يا صاحبي، هتبيعنا وتسيبنا يا عم نصوحي؟ ده احنا كنا بنعيش احنا الحلقة كنا بنتفرج على 10 مرات. كنت انت اللي بتعدلنا الايام، انت الملهم بتاع اليوتيوب بتاعنا، انت اللي عرفتنا يعني ايه انترتينمنت اصلا. انترتينمنت في الكوره وفي العاب الكوره وفي التحديات وفي الهزار والضحك، والشباب تقعد مع بعض على القهوه تعمل هزار وضحك وتعمل العاب ومسابقات. انت حتى لو في ناس كانت جت وعملت ارقام مختلفه وارقام اعلى، انت الاساسها. اول مصري على اليوتيوب يقدم محتوى كوره، اول مصري يعمل من محتوى الكوره محتوى فيه هزار ولعب وتحديات وجنون وشغف وحركات. صعب قوي يا نصوحي، صعب قوي. يعني انا فكرت اخش اليوتيوب او اعمل تشانل واحاول انزل فيديوهات، انا لسه ما عنديش حد اصلا على القناه، بس فكرت في ده بسببك. يعني صعب قوي، صعب قوي ان البرنامج هيقف. اكيد كده كده هيعمل حاجه جامده الايام اللي جايه، هيعمل حاجه جامده. الواحد مش عارف هيستنى لحد امتى لحد ما يشوف الحاجه اللي جايه، وهيعمل حاجه جامده. عمرو نصوحي اي حاجه وقفها وجه عمل غيرها كانت بتبقى عاليه قوي، كان بيبقى رقم واحد فيها. بس صباحه تحدي بالذات كان ليه معانا حالة خاصة، ما كانش حاجة كده ترفيه، لا ده هو كان حاجة أساس عندنا. هتوحشنا عمور، وإن شاء الله أقرب حاجة هتعملها تكون في التوب بتاعك فيها وحاجة تبسطنا. كده كده أنت جامد، وأي حاجة بتعملها بتضرب، وأي حاجة بتعملها بتكون أنت رقم واحد فيها، والناس بعد كده بتقلدك. مع السلامة.